السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون اموركم بخير وعلى خير، وتكونوا كاملين في صحه جيده. كتسناو لا فيديو من الجزائر ياك؟ درت لكم الفيديو اللي من قبل، قلت لكم راني في الطريق الى المطار والعوده الى الجزائر اخيرا بعد غياب طويل. وهذا خوت، راني في المغرب، مازال في المغرب، ونعطيكم واحد النبذه على القناه ديال المغربي في الجزائر ولا كريم بن عربي شخصيا. قناة مغربي في الجزائر هدفها دائما وابدا هي التقريب والتآخي بين الشعبين. كريم بن عربي واحد يوتيوبر مغربي، كنت عايش في دولة الجزائر ومتزوج بجزائرية وعندي معها جوج الوليدات والامور، وكنت كنشتغل في ميدان التجارة تما. ما كنت زعما شي شركة ولا شي، كنت كنخدم حر. كل شيء مزيان. شاركنا مع دوك الناس الحلوه والمره، والله يكثر خيرهم وتحياتي ليهم. وهاد القناه هذه دارت غير باش تربط ما بين الشعبين الشقيقين. هاد القناه هذه اللي كانت غادا تكون غير صله ديال الفتنه وتكون وسيله ديال باش التفرقه بين المسلمين، سيرتو الشعوب المسلمه الجزائريه والمغربيه ولا التونسيه، ما عمرها غادا تكون فتنه ولا سبب نسترزق انا بالبآسي ديال الشعبين، ولا نسترزق كما كتشوفوا الناس دايرين القنوات غير كيسبوا. انا العقليه تسب انا ما عنديش، باش انا نسب بلاد ضد بلاد ولا نسب بلادي نكون ضد بلادي. على ديت واحد البلاد هذه ما عمرها غادا تكون. ولا انا نسب مثلا الجزائر، ولا ما عمري هضرت على الحكومه الجزائريه لا شي سياسه لا شي حاجه. هضرت في موضوع واحد، هذاك الموضوع دار واحد ضجه كبيره، دار واحد البلباله كبيره، وهذاك الموضوع لحد الان ما عمري غادي ما نقولش لكم راني غلط. انا والله ما غلط كمغربي، ما غلطش. شي انا اذا كنت غادي نقول باللي الصحراء مغربيه وانا حيت مغربي وهادشي اللي تربيت عليه، والله ما غلط، وخا يوقع اللي وقع. بسبب هاد الهضره هادي انت غير مرحب بك في الجزائر. انا نتوما كتسناو واحد لا فيديو اللي غادي نكون غادي زعما شاد الطياره وغادي للجزائر وداكشي. انا درت هذيك لا فيديو كنت عارف هذا الشيء غادي يوقع، وقع اكثر، اقسم بالله، وما بغيتش نهضر. انا غبرت على اليوتيوب تقريبا واحد الخمس شهور ولا ما، حيت انا اليوتيوب درتو ماشي باش كنسترزق منه ولا كنتسنى يخدم عليا، ولا درتو بوغ لو بليزير يعني، وباش نبارطاجي غير الحوايج الزويونين. الا كاينين شي حاجه خايبه ما غاديش نبارطاجيها، ولكن عندي الحق انني نعبر، وعندي الحق حق الانتماء لبلادي كمغربي. الجزائر على الراس والعين، ولكن بلادي راه فوق الراس. بلادي انت مغربي راه دير عندي في الدم، راه ما يمكنش انا نطيح ببلادي ولا نسب بلادي ولا نخون بلادي باش انا نرضي طرف او جهه اخرى. بالمقابل هذيك البلاد انا كنحترمها، ما كنهضر لا في الحكومه ديالها، وما عنديش الحق نهضر كاع في شي حاجه سياسه داخليه ديالكم ولا خارجيه. حتى السياسه بصفه عامه ما عمري هضرت لها وما عمري غادي نهضر لها. ولكن كاين مبدا كنعيش عليه كما كيعيش عليه الجزائري، كيما ديك 1 2 3 فيفا الجيري ولا تحيه الشهداء الله يرحمهم، والبقيه في الحي ان شاء الله، الله يخليهم لكم اللي باقي عنده المجاهدين في دارهم ولا. ولكن انا المغرب تا مغربي ما عمري غادي نتنازل على الوطنيه ديالي، حيت عرفتوا علاش الخوت؟ اللي غادي يجي يشكرك ويطيح ببلادو هذاك راه ما فيهش الخير. انا نكبرت بالجزائر، صورنا حتى الجزائر راه كبيره بيا ولا بلا بيا، صورنا المدن، بارطاجينا المناطق السياحيه تما ما شاء الله، المناظر الطبيعيه ما شاء الله، وتندير داك الشيء وفرحان. ولكن ما تجيبليش انا حتى الدقيقه 90 وتقول لي ما تقولش راه الصحراء راه ماشي ديالكم ولا. نهار لعبت المشكل وقع الخوت، نهار لعبت الخريطه ديال بركان، لابسه داك طايت رايي كمغربي. وراه الفيديو راه باقي، انا نحط لكم في اول تعليق غادي نحط لكم الرابط وشوفوني واش قلت شي كلمه لعب ولا سبيت. ما سبيتش، انا نتحدى شي واحد شي نهار يجبد لي شي فيديو في هنا في القناه عندي انني طيحت بالدوله الجزائريه ولا بالشعب الجزائري ولا. بالعكس انا باقي عندي لي كونتاكت مع صحابي لحد الان جزائريين عزاز عليا وعزاز عليهم ومرحبا بهم عندي في المغرب. هذيك لا فيديو اسيدي درناها فاش كانت لعبه نهضت بركان بالخريطه، لعبت مع اتحاد العاصمه. من موراها عطيت رايي كمغربي بالادب وبالصواب. جاو عندي ثلاثه ديال البوليس للدار كيسحب لهم باللي درت انا الفيديو وانا في الجزائر، انا درتو وانا هنا. ما لقاونيش انايا، لقاو المراه والولاد. داو اونكيتيو معاه كيفاش عرفتيه، كنتي مزوجه معاه هنا بالفاتحه، واش كان جاسوس، واش كان هادي، واش كان هادي. قالت لي السيده لا، قالت لي السيده راه نعرف وانا بعيد على السياسه، راه ماشي زعما راه ما عمره هضر معايا كاع في شي موضوع السياسه. وفعلا الخوت الله ما عندي مع شي سياسه ولا شي حاجه، ولكن كما قلت لكم راه عندي مبدا كنعيش عليه كمغربي.
راه ما يمكن باش تكون مغربي حر ولا جزائري حر، راه ما عمرك تبيع بلادك، ما عمرك سواء جزائري ولا مغربي، ولكن الموقف ديك بقى ثابت عليه، وانت عندك مبدا كتبعو ولا كتامن به كنحترمه. ولكن انا مختلف معاك في هذه النقطه مثلا، ونتلاقاو في واحد النقطه واحده اخرى نتفاهموا عليها. ولكن ماشي غادي، ماشي معناتها انك راك خايب، ولا ماشي انني خصني نمدحك ونشكرك ونقول لك داكشي اللي بغيت تسمع انت، عاد نكون صاحبك وخوك وعزيز عليك. راه خاصك تبغيني سواء بالافكار اللي غتقبلهم ولا ما غاديش تقبلهم. قلت شي هضره وما عجباتكش، راه خاصك تقبلني، لانني الا كتعتبرني صديق ولا اخ خاصك تحترم حتى المواقف ديالي ونحترم المواقف ديالك. والا ما كانش هذا الشيء راه ما عندي ما ندير بك وما عندك ما دير بيا. وقع قلت لكم جاو لابوليس للدار، ما لقاونيش انا، داو المركي اونكيتيو معاها. كيفاش عرفتيه؟ طق 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 تفتحات قضيه في حق كريم بن عربي في محكمه الدار البيضاء وقيله في الجزائر. بقات كتمشي للمراه كتحضر شي جوج جلسات. علاش التهمه؟ ما عرفتش شنو هي التهمه، والله ما عارف انا شنو هي التهمه، اقسم لكم بالله. واش حيت قلت الصحراء مغربيه على خارطه بركان هذه تهمه؟ وانا قلت لهم، وقلتها في ديك لا فيديو نهار كنت هضرت، قلت لهم كنتمنى ان الدستور الجزائري ولا القانون الجزائري يسمح لي بحريه التعبير، بحال اللي عبرت انا في بلادي وخرجت انا في مسيره ولا لي تطبيع، وبحال اللي كنتو كتقولوا لي هضر على التطبيع وانا في الجزائر ما عمري هضرت عليه. نهار جيت لبلادي هضرت، ماشي تهضرت، خرجت بحالي بحال المغاربه. الدستور المغربي اللي كيخول لي حريه التعبير راه خرج تحت الظل ديالو، راه كنعبر على رايي. خرجنا في واحد المسيره خفيفه رجعت بحالي. ولكن ما نكونش انا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا ونجي انا نهضر نقول المغرب ودرتهم نبدا نسب انا اتاكي بلادي من تما. لا، خرجت مسيره بحال الناس وقلت كنتمنى ان القانون الجزائري يسمح لي نعبر في رايي من هذا الباب ديال في هذه النقطه هذه ديال نهضه بركان واتحاد العاصمه في هذه المقابله، وعبرت بكل حريه. هذا الشيء هذا جاو عندي لابوليس للدار بغاو يديوني وما لقاونيش، قلت لكم راه فتحوا قضيه. والامور زادت تطورت. ديك الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه غادي نسمع شنو كاين في الحكم النهائي وغادي نقولوا لكم ان شاء الله في الفيديو الثانيه. بون بداو كيسولوا كما قلت لكم فين عرف شي فين هذا، قلت لهم الله ودي، قلت لهم السيد بعيد، قلت لهم هذاك الشيء هضرت هي بالحقيقه داك الشيء اللي كاين. ناض داك السي بوخنون هذاك بونيف ناض تيحرض وتيهضر. انا راه السي بوخنون هذيك لا فيديو تيقول لهم الله لا جيتي للجزائر، هذيك لا فيديو كنت درتها راه كنقول يا بصح غادي يكون عندي الحق نعبر، وغادي نكون نقدر نجي نعاود زياره لديك الجزائر ولديك البلاد، ونجي سمحوا لي على هذا المصطلح، نجي ليها وانا فرحان. اما اللي كنت غادي نجي وعارف راسي ما كاينش حالي ما غاديش نجي، والله ما نجي. خاص تقبل الفكره ديالي. داك بخنونه تيحرض عليا، والله لا جيتي انا بخنونه راه بوني فراه ما جايش انا، عارف راسي انا ما نجيش. مادام قلتها وجاو عندي البوليس 3 ايام ولا في يومين جاو عندي للدار، راه باينه غادي نجي غادي نتعتقل ولا غادي يكون شي حاجه ولا سمعتي هذه ديرها في بالك مزيان. على اي حال ناض تيحرض على الزوجه وناض تيحرض على الدار اللي شاريها انا وديك السيده في الجزائر باش انهم يحيدوها لها. نبقاو في هذه النقطه ونتلاقاو في الفيديو الثاني ان شاء الله نكمل لكم. السلام عليكم.